ازيكم؟ انا ساندي ناجي، والنهارده هنبدأ مع بعض كورس إليستريتور، فيلا بينا. إليستريتور يا جماعه مش مرعب خالص، بالعكس هو لذيذ جدا وهتحبوه، خصوصا لو انتوا اشتغلتوا على فوتوشوب قبل كده او اي برامج من برامج ادوبي. هم شبه بعض جدا في الواجهه، بس هم مختلفين في المجالات والتخصص. بس لو انتوا لسه ما خدتوش كورس فوتوشوب، احنا عملنا كورس كامل للفوتوشوب للمبتدئين هنا على القناه، وكمان عملنا تطبيق على اللي احنا اتعلمناه كله. هسيب لكم لينك الكورس فوق هنا وتحت في الديسكربشن. يلا بينا بقى ندخل على الإليستريتور ونشوف بيقول ايه. اول ما هنفتح الإليستريتور هنلاقي قدامنا الواجهه دي كده، ودي شبه اللي احنا شفناها برضو في الفوتوشوب. فاحنا لو عايزين نبتدي نفتح فايل جديد هنلاقي انه هنا على الشمال هنلاقي نيو فايل، هندوس عليها وهنبدا بقى نفتح فايل جديد بالمقاسات اللي احنا محتاجينها. المقاس ده احنا هنحدده بناء على ايه؟ بناء على الحاجه اللي احنا هنصممها اصلا او المقاس اللي العميل عايزه. فاحنا لو هنصمم مثلا بزنس كارد هنكتب هنا المقاس بتاع البزنس كارد اللي هو 9x5، او بنسال العميل على المقاس اللي هو محتاجه. طيب افرض العميل مش محدد مقاس معين او مش عارف حتى مقاس الحاجه اللي هو عايز يصممها، ساعتها بكل بساطه هندخل كده على جوجل وهنساله وهنقول له بزنس كارد مثلا dimensions، وهيجيب لنا مقاس البيزنس كارد المتعارف عليه. طبعا المقاس ده بالانش، يعني 3.5 انش في 2 انش. فاحنا ممكن هنا على الإليستريتور نيجي نختار الوحده بتاعتنا اللي هي الانش، وهنكتب هنا 3.5 وهنا هنكتب 2، وكده يبقى احنا حددنا مقاس البيزنس كارد بتاعنا. طبعا هنا ممكن نخلي المقاس بتاعنا طولي او عرضي، طبعا احنا لو هنعمل بيزنس كارد هنخليه بالعرض. وهنا نقدر ان احنا نختار اكتر من كذا ارت بورد او اكتر من مساحه عمل نشتغل عليها. وزي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ان ميزه في الإليستريتور ان احنا نقدر نشتغل على اكتر من ارت بورد. فانا هنا هفترض ان احنا هنشتغل على بيزنس كارد ومحتاجين نعمل له ديزاين للوش وللظهر، فاحنا هنبقى محتاجين 2 ارت بورد. بعد كده الجزء بتاع البليد ده برضو حاجه خاصه بالقص وبالطباعه، هشرحها لكم بعدين. وبعد كده هختار الكالر مود، وطبعا الكالر مود للحاجه اللي هتطبع هيكون CMYK. اما لو حاجه سوشيال ميديا ديزاين او حاجه مجرد هتتعرض على شاشات مش هتطبع هنختار RGB. بس احنا دلوقتي هنختار CMYK، والريزوليوشن بتاعنا هيكون 300. وبعد كده هدوس على كرييت. زي ما انتم شايفين هو فتح لي 2 ارت بورد. تعالوا بقى ناخد فكره كده عن الواجهه بتاعه البرنامج. طبعا هتلاقي كل حاجه يعتبر شبه الفوتوشوب في حاجات كتيره جدا. اول ما هنفتح كده هنلاقي فوق خالص المنيو بار، وبعد كده الاوبشن بار، وبعد كده التابز دي. يعني احنا لو فاتحين اكتر من بروجكت هيكون في تاب تانية هنا جنبيها. وهنا على الشمال هنلاقي التول بار، وعلى اليمين هنا هنلاقي شويه بانلز موجوده. طيب افرض انا عايزه اغير في الشكل ده، اقدر اغير طبعا براحتي عادي خالص. ممكن اصلا اجيب دي هنا كده، ممكن اغير مكان التاب احطها في اي حته انا عاوزاها واغير الاماكن، بس اللي بيبقى موجود ده هو الديفولت. طيب افرض انا عايزه اغير الورك سبيس دي ومحتاجه احفظها مثلا باسمي، علشان مش كل ما اجي افتح البرنامج اغير مكان التاب او احطها في مكانها او اغير اماكن الحاجات. عندي فوق خالص هنا على اليمين الايكون دي كده، بدوس عليها وبلاقي ان هو هنا اصلا مجهز لي شويه ورك سبيس جاهزه. يعني مثلا انا لو محتاجه ان انا ارسم على الإليستريتور فممكن اختار مثلا بينتنج، فهو هنا عامل لي ورك سبيس جاهزه للرسم، بس حاطط لي فيها التابز الخاصه بالالوان والبراشز وكل حاجه انا محتاجاها. ممكن كمان اختار حاجه ليها علاقه بالتايبوجرافي، برضو هو عامل لي هنا ورك سبيس جاهزه للتايبوجرافي. طيب انا عايزه اعمل ورك سبيس على مزاجي، انا عايزه مثلا اجيب التابه دي هنا واغير مكان التول بار هنا، وعايزه زي ما قلت لكم كل ما اجي افتح الاقي الورك سبيس بنفس الشكل ده. فبدوس هنا كده وبعدين بعمل نيو ورك سبيس، وممكن اسمي الورك سبيس دي مثلا باسمي وهدوس اوكي. كده الورك سبيس دي اتسيفت باسمي، فكل ما اجي افتح الإليستريتور لو انا عايزه الورك سبيس دي كده ادوس على الورك سبيس اللي هي انا عملتها باسمي الجديده دي. طيب انا عايزه امسحها، هعمل ايه؟ هدوس على مانج ورك سبيس وهختار الورك سبيس دي كده، وبعدين ادوس على الايكون بتاعه الديليت دي. طيب لو انا اصلا واقفه على اي ورك سبيس من دول وعايزه ارجع للديفولت بتاع الإليستريتور اصلا، هدوس هنا وبعدين هدوس على Essentials Classic، هيرجعني للديفولت ورك سبيس بتاعه الإليستريتور. طيب احنا كده فهمنا الورك سبيس وفهمنا فكره البانلز، وعلى فكره في بانلز كمان اكتر من كده. يعني مثلا دي البانل بتاعه اللايرز، دي البانل بتاعه الابييرنس، كل ده هنشرحه بعدين. دي البانل بتاعه الستروك، البانل بتاعه السيمبلز والسواتشز والبراشز والكالرز وكل دول. طيب في بانلز تاني اكتر من دي؟ في بانلز تاني. اجيبها منين؟ اجيبها فوق من هنا من قائمه ويندو، هلاقي كل البانلز بتاعتي، ممكن اختار اي واحده فيهم. ممكن مثلا اجيب البانل بتاعه اللينكس وبرضو احركها في المكان اللي انا عايزاه. ودي البانل بتاعه الاكشنز، مش محتاجاها دلوقتي ممكن اقفلها. اللينكس دي ممكن مثلا اضمها للمجموعه بتاعه البانلز دي، احطها هنا كده. عندنا فوق هنا زي ما قلت لكم المنيو بار، هنا الفايل نيو
او open recent files يعني انا كنت فاتحه حاجه قبل كده وعايزه ارجع افتحها من هنا تاني، بدل ما اقعد افتحها من الفايلز واجيب المكان بتاعها، ممكن لو انا كنت فاتحاها اصلا اجيبها من هنا. واوبن نفس الكلام برضو الشورت كات بتاعها كنترول او، ونيو برضو الشورت كات بتاعها كنترول ان. وعلى فكره انا ممكن اغير الشورت كاتس دي كلها بالشورت كات اللي انا مرتاحه له، لان ساعات بلاقي ان في شورت كاتس مختلفه ما بين الفوتوشوب والإليستريتور، فانا ممكن لو انا مرتاحه على شورت كات معين ولقيته مختلف هنا اقدر اغيره عادي جدا. هنلاقي فوق هنا في قائمه اديت، هننزل تحت شويه هنلاقي كيبورد شورت كاتس، هدوس عليها وهلاقي هنا بقى كل الشورت كاتس سواء بتاعه التولز او بتاعه المنيو او بتاعه اي حاجه. زي ما انتم واخدين بالكم كده كل تول من دول اللي هم كل التولز اللي على الشمال دي ليهم شورت كات، كل واحده فيهم ليها شورت كات بتاعها، اقدر اغيرها عن طريق ان انا ادوس على التول نفسها. يعني مثلا السلكشن تول الشورت كات بتاعها في، فهاجي هنا كده لو انا عايزه اغيرها وممكن اخلي الشورت كات بتاعها مثلا بي، فهو يجي هنا يقول لي حاجه لطيفه قوي، هو بيقول لي ان الشورت كات اللي هو بي ده اصلا شورت كات لتول تانية، وان كده التول التانية دي خلاص مش هيكون ليها شورت كات، فانا محتاجه اروح اعدلها هناك. طيب انا مش عارفه البراش دي فين اصلا او التول التانية دي فين، فهو عامل لي هنا بطن حلو قوي كده بحيث ان انا لما ادوس عليه اروح على التول التانية واغير الشورت كات بتاعها. زي ما انتوا واخدين بالكم كده ملاحظين ان مفيش فيه اصلا هنا شورت كات لان احنا خدنا الشورت كات بتاعه خلاص للتول التانية. طيب لو انا عايزه اغير شورت كات في حاجه من مثلا المنيو، اهو هنا بغير التولز دي بخليها منيو، وبيجي لي بقى المنيو اللي هو فوق ده زي ما انتم شايفين فايل واديت واوبجكت وتايب وسيلكت، كل ده هنلاقيه هنا كده. فمثلا نقدر نفتح المنيو بتاع الفايل، هنلاقي نيو اللي انا لسه موريها لكم فوق دي هنا كده، هي الشورت كات بتاعها كنترول ان. فببساطه لو انا عايزه اغيره ادوس كده وبعدين ادوس على الشورت كات اللي انا عايزاه من الكيبورد واغيره زي ما انا عايزه. ده كده بالنسبه للشورت كاتس والورك سبيس بتاعتنا. ولو انتوا هتلاحظوا ان كل الحاجات اللي انا قلتها دي يعتبر مفيش حاجه فيها جديده عن الفوتوشوب، بس ممكن يكون اماكن الحاجه بس متغيره، شكلها متغير، بس نفس الكونسبت بالظبط بتاع كل حاجه. اللي احنا بقى ناخده ممكن يكون مختلف شويه عن الفوتوشوب هو فكره الارت بوردز. زي ما انتم شايفين احنا هنا فاتحين 2 ارت بورد، وعلشان خاطر نقدر نتحكم فيهم عندنا تول اسمها ارت بورد، هنلاقيها برضو في التول بار هنا اهو على الشمال اسمها ارت بورد، والشورت كات بتاعها شيفت او. التول دي بقى هي اللي بتخلينا نتحكم في الارت بورد. زي ما انتم شايفين فوق خالص الاوبشن بار اتغير، فعلى حسب التول اللي احنا واقفين عليها ممكن نلاقي الاوبشن بار دي فوق كده اتغيرت. طيب التول بتاعه الارت بورد دي احنا نقدر نعمل بيها ايه؟ نقدر ان احنا نعمل ارت بورد جديده. احنا شايفين شكل الماوس اتغير ازاي، نقدر ان احنا نعمل ارت بورد جديده كده اهو. طيب احنا رسمناها بس مش عارفين مقاسها ايه، او رسمناها كده عشوائي مش عارفين مقاس محدد ليها. فوق هنا نقدر نغير المقاس بتاعها، العرض بتاعها والطول بتاعها. ولو انتوا واخدين بالكم ان المقاس هنا بالانش، لان احنا اصلا في البدايه اخترنا المقاس بتاعنا بالانش وكتبنا المقاس بتاعنا بالانش، فهنلاقي ان كل حاجه هنا في المقاسات بالانش. طيب لو احنا عايزين نغير هنعمل ايه؟ نغير عادي جدا، ممكن نغير هنا الوحده بتاعتنا نخليها سنتيمتر، تتغير عادي للسنتيمتر. هتلاحظوا ان لسه برضو الوحده هنا بالانش، بس هو غير لي المقاس حسب اللي انا كنت كاتباه بالسنتيمتر، ودي حاجه لطيفه قوي. طب لو انا بقى عايزه اغير المقاسات كلها اللي انا شغاله بيها هعمل ايه؟ ممكن ادوس كنترول ار، ده الاختصار اللي بيظهر لي المسطره هنا اهو، وبعد كده هدوس رايت كليك على المسطره واغير الوحده بتاعتي زي ما انا عايزه، ممكن اخليها سنتيمتر، فكده كل المقاسات لو انتوا واخدين بالكم تتغير للسنتيمتر اهو. طيب حلو قوي، احنا كده عملنا ارت بورد جديده نقدر نحرك مكانها، نقدر نمسحها خالص لو احنا عايزين نمسحها من هنا، ونقدر نعمل ارت بورد جديده بنفس المقاسات اللي احنا عاملين بيها الارت بورد دي. يا اما هندوس على علامه البلس دي فنعمل نيو ارت بورد كده بقوا 3، يا اما هندوس على الت ونسحب ارت بورد من دول، فكده سحب لنا الارت بورد بنفس مقاساتها. فالموضوع سلس وبسيط جدا. ممكن اصلا اخلي الارت بورد اللي انا واقفه عليها دي تبقى بمقاس معين، بدل ما انا اكتب المقاس ممكن من فوق هنا خالص اخلي المقاس الارت بورد دي مثلا A4، فكده الارت بورد اللي هي ارت بورد 4. كل ارت بورد على فكره بيكون فوقيها الرقم بتاعها كده، دي رقم 4، فالارت بورد دي اتغير مقاسها بقى مقاسها A4. بس طبعا زي ما انتم شايفين ده A4 بالعرض، هنلاقي هنا كده A4 ده بالعرض، ولو عايزينها بالطول هندوسها هنا فبقت A4 بالطول. اقدر كمان اسمي كل ارت بورد باسم، يعني هي كده كده اصلا لما بنعمل الارت بورد بيبقى ليها اسم كده، بس انا اقدر اسميها برضو باسامي معينه انا عايزاها. فهنا مثلا لو احنا اعتبرنا ان دول وش وظهر للبيزنس كارد وانا عايزه اسميهم مثلا اخلي دي فرونت ودي باك،
فعندنا بانل من ضمن البانلز اللي هنا اسمها ارت بوردز، بيبقى موجود فيها كل الارت بوردز اللي عندنا. دي ارت بورد 1 ودي ارت بورد 2. طب انا عايزه اسميها، ببساطه ادوس دبل كليك عليها واسميها. هنا دي ممكن نخليها فرونت ودي تبقى الباك. هنلاقي ان الاسم ببساطه اتغير عندنا هنا، دي بقت الباك ودي بقت الفرونت. ممكن كمان اغير الترتيب بتاعهم، يعني اخلي دي قبل دي. ده هيفرق معانا لما بنكون جايين نسيف فولدر مثلا PDF وعايزين صفحه قبل التانية، فممكن ان احنا نرتب الترتيب بتاعهم من هنا. طبعا ده لما بيكون عندنا ارت بوردز كتير قوي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. هسيب لكم تحت في الديسكربشن لينك الانستجرام بتاعي، ادخلوا اعملوا لي فولو او اسالوني عن اي حاجه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.